انه هي بتواجدها. وحقيقه تفاجأت انا انه في كوادر كثير مهمه وعاليه، رغم انه بالبدايه هلا طبعا من زمان في دراما خليجيه، ولكن اليوم اذا بنحس ككم وكنوع بدأ مرحله ثانيه من مؤخرا. وكان في مثلا تجربه مع الاستاذ عبد المحسن نمر السعودي الممثل. نعم. اشتغل بفنجان الدم، دور من الادوار انا برايي ولا ممثل سوري بيقدر بيعمله يعني. لا، في عناصر. وفي عناصر كثير مهمه وكبيره. هلا في الموسيقى الحقيقه كمان لسه لا زال الطابع الخليجي، كون انه الاعمال الخليجيه الدراميه اغلبها عم تحكي عن الدراما الخليجيه، عم نحكي عم تحكي هم عن البيئه بيستعينوا الخليجيه. باصوات، باغاني، يعني ايه باصوات. بس لا زالت تحمل بالمعظم الطابع الاغنيه الخليجيه، اللي انا بتمنى انه ما تفقده بيوم من الايام، ونروح للاغنيه الاستهلاكيه، لانه نعم. كان في خصوصيه عاليه جدا. قلت لك وقت كنا عم نحكي عن فنان كبير مثل عبد الله رويشد، اعشق هذا الصوت. كان هل بتحس ان فقدت الاغنيه لا، الخليجيه انا هذه عم حسها في على مفرق طرق، انه عم خاف انه تروح باتجاه الاستهلاك، او باتجاه الاغنيه الدارجه او الشبابيه او شو ما بدك تسميها، بالاخير انا بسميها الاغنيه الهابطه. في سابقة هي الأولى من نوعها أقمتم في دمشق حفلا لأغاني الدراما السورية للإشادة بدورها طبعا في نجاح المسلسلات. كيف استقبلت هذه الفكرة؟ هلا مثل ما قلت لك، هو بالاخير اولا هو جهد وتعب. انا بالنسبه لي كان عندي غايه اني اطلع اعمل هالموسيقى اللي حبوها العالم مع عدد كبير من الاساتذه الكبار اللي كنت عم بتعاون معهم، يطلعوا يشوفون انه نحن ما عم نشتغل يا ناس اللي انتم عم تحبوه. هي غير يا ناس خلوني بحالي. هي لا، تعوا ما تخلوني بحالي، تعوا شوفوا انه عم حلو. نشتغل ونحن فعلا بينقرا على المسرح بجهود مجموعه كبيره من الاساتذه، وليس طاهر معملي فقط. يعني انه انتبهوا، القصه ما في انه في عمل جماعي، ما ممكن الابداع يكون منوط بشخص يعني. وبالتالي انه انا في عندي مثلا استاذ محب الراوي عم يوزع الشغل، تعالوا شوفوا الشغل، اسمعوه. ديما اورشو مغنيه عظيمه، شوفوه كيف تغني على الستيج. عازف عود من الاساتذه الكبار، موسيقيين الكبار، اللي هو الاستاذ عصام رافع، ولا عازف الكمان الاستاذ نظير مواس، ولا البيانيست فراس خوري، ولا بعد لك اياهم كلهم اساتذه كبار ومدرسين حقيقة. ومع ذلك ما في برنامج كمبيوتر انه نحن عم نتعاون مع برامج لنطلع لكم كل نص ساعة شهرة يعني. يعني يمكن مثل قبل شوي قلت احنا مجتمعات ميلودي، يعني الشعوب ما تفرق بين اللحن وبين التوزيع. كيف بتتعامل انت مع نقول ابتداء مع المنتج، يعني بهيك موضوع؟ هلا المنتج بتعاني؟ طبعا المنتج دائما همه بالاخير الربح، وانا كنت دائما اعاني انه اذا كثير بتفهم الموسيقى يا صديقنا المنتج، تعال انت وفر الاجر تبعي واعمل الموسيقى اللي بدك اياها. اما اذا مالك دخل بهالقصه فخلينا نشتغل شغلنا. حقيقه هي الحمايه باخذها اكثر من نعم. المخرج نفسه، يعني نعم. انه عدم تدخل المنتج اللي هو صاحب راس المال، اللي هو غالبا بقول غالبا، لانه فيك طبعا منتجين بيفهموا، كمان عندي مشاكل معهم، لانه منتج وبيفهم لسه اصعب من انه منتج ما بيفهم. نعم. المهم التدخل لما بيكون انه والله لازم تظبطي شعرك، مو هيك يكون غير هيك، وانا مالي دخل، بس انا منتج هذا البرنامج مثلا. طب ما في ماكيرة خليها تشتغل هي شغلها، ليش نحن بدنا نتدخل نعم. بشغل غيرنا؟ كونك شريكا في شركة سامة للإنتاج الفني، كم يساعدك هذا على تسهيل بعض أعمالك؟ أوه. هذا الموضوع بالذات ما بيساعدني ابدا، لانه شلون؟ لانه انا لا اتدخل ابدا، انا اعتبر سايلنت بارتنر، ما لي دخل ابدا باي نوع اداري له علاقه بالشركه. يمكن بالعكس، ما بيساعدني انه يوم اللي بكون انا عم بشتغل بالشركه اللي هي نفسها انا شريك فيها، ويكون عندي مشاكل مع الشركه اداريه يعني. نعم. سمعنا أو قرأنا عن خلاف لك مع المخرج حاتم علي، كنت مرشحا لموسيقى فيلم سيلينيا ثم أسند ذلك إلى رعد خلف. شو حقيقة في خلاف فعلا لا ولا هو هي ما حكي صحافة بس؟ لا ما بعرف وين قريتي هذا الخلاف، ما في خلاف، نحن اصدقاء، بس انه عمل سيلينا انا مرشح حاتم علي. فاذا كان هذا بس لحتى اقول عم بنفي الخلاف، مو عم بحكي على القضيه. كانت كلها اصلا انه انا كنت عارض المشروع على المنتج، وانا كنت الذي يملك حقوق سيلينا.
فعرضوا عليه انه نحن نشتغله، قال لي لا انا بدي فوت معك شراكه. قلت له فاذا تعال نحكي مع مخرج يقدر يصون هذا النص. يعني نحن اولا بدنا نخاطر بقصه انه مين بده يكون عم يمثل السيده الكبيره فيروز، ومين هذا اللي بيقدر يوقف محلها، وهي نقطة خلاف كبيرة. اثنين، انه النص اذا بده يكون في مخرج بيحمي عمله واسمه، فبده يكون انا برأيي هو استاذ كبير مثل الاستاذ حاتم علي. فقال بعد جهد جهيد انا والمنتج، قال اوكي خلينا نحكي مع صاحبك، لانه وقتها انه كان صاحبي على اساس نعم. هو بالفن ما في انه انا صاحب وهذا. المهم حكوا، تم الاتصال مع الاستاذ حاتم علي وتم الاتفاق. وتفاجأت انه فيما بعد تم الاتفاق الى ابعد حدود، لدرجه انه دعوني تا احضر الفيلم صار منفذ. نعم. من استفاد من الآخر، الموسيقي من الدراما أم العكس؟ وهل يمكن القول أن الموسيقى ظهرت ببهائها الخاص بها أم تبدو ملحقة بالدراما بعيدا عن شخصيتها؟ بعد قليل نلتقي مع الأستاذ طاهر مملي. حبيب تحملت منه الأذى بنفسي يا من أشتكي حبه، ومن إن شكى الحب لم يكذبي، ومن لا أبالي رضا غيري إذا هو سر ولم يغضب. ألا حبذا حبذا هذا المشروع اللي أنت ماشي فيه مع الدراما سيدي، هل ممكن نشوف يوما ما طاهر مملي بعيدا بمعزل عن الدراما؟ ان شاء الله. اول عم شيء بتفكر باتجاه الموضوع؟ انا من زمان مفكر بهذا الموضوع، بس ما بكفي اني افكر. لحتى ريحكم تشتغل. مني من المسلسلات بده يكون في عنا حقوق نشر وشركات خاصه. بعود انا بروح بعمل، اذا ما عمل 7 8 اعمال مثل ما حسدتيني باول حلقه، وبعد هاي الحلقه اكيد ما حيشغلوني كمان من اللي حكينا. بس بظن بروح بعمل ألبوم واحد بالسنه انا كموسيقى، وبيجي بقدمه وبطرحه للسوق، بقول العالم بقى حبته ما حبته، هي العالم بقى بتقرر انه انا بدي استمر ولا لا. كون حاليا الفرصه المتاحه الوحيده هي الدراما والمسلسلات، لطالما في دراما ومسلسلات وبسوريا فرح نعم. تضلوا تشوفونا. طيب بين الموسيقى الهابطة والموسيقى الراقية، بين الأغنية الهابطة والأغنية الراقية، هل هناك مشروع بديل موسيقي ممكن نقول عنه في سوريا ردا على هالهبوط اللي عم نسمعه دائما؟ الموسيقي العربي المتواصل اللي عم ينخر بالجسد يعني الموسيقي العربي. هلا حضرتك ابدا بانك تجاوبي على قصه انه الى اي مدى نحن ماشيين نحو التطور اذا كنا كمجتمع عربي ككل، وبالتالي الفن والموسيقى اللي هو شكل من اشكال عناوين تطور الانسان العربي. فالى اي مدى وين رايحين نحن؟ نحن عم نتطور برايك؟ انه برايك اللي كان عم يسمع عبد الوهاب وما كان معه بكالوريا وما كان معه سادس ما كان يعرف يقرا ويكتب، واليوم اذا بتسمعي عبد الوهاب اللي هو فيه اوبرا وفيه كلاسيك وفيه الات اوركستراليه ضخمه، اللي كان عم يسمعه ويستسيغها نفسه المواطن العربي اللي اليوم عم يستسيغ البيت واغنيه النايت كلاب ومغنيه النايت كلاب اللي بنص ساعه تلحنت وتالفت وطلعت غنت، او مو طلعت سجلت لانه ما فينا تطلع تغني. نعم. تقول زمن المبدعين ولا آخرهم كان بليغ حمدي. يعني هل كنت جادا عندما قلت ذلك ولا كان في شيء من لا طبعا طبعا انا برايي انه نحن من الحماس الرومانسي احيانا اللي حقبه لا مع هو اللي الحماس الرومانسي تبع انه اليوم هلا اليوم قولي لي مين في عنا اخر شيء؟ انسي الدراما وانسي الشارات وانسي مين عنا مبدعين، مين عنا مغنين. يعني اليوم في عنا اسماء كثير كبيره، السيده فيروز باسمها الكبير وجلاله قدرها شو عم تقدم اليوم، او شو فيها تقدم بالوقت اللي عم تطلع
بوس الماما وبوس البابا وبوس هاي ليتل سيستر قصة ثانية يعني. قصة ثانية. يمكن كنت بقول لك يعني أنت من جماعة من الأصوات المصرية، يعني في ناس بيقولوا هذا يعني من جماعة عبد الوهاب، هذا من جماعة عبد الحليم، هذا من جماعة فريد الأطرش، خلينا نقول من جماعة فيروز. يعني احنا استشفينا ذوقك من خلال كلامك. اني اولد فاشن معي. لا مش اولد فاشن، ما اقول اولد فاشن، لا بالعكس، انت يعني عم بتروح لاصوات كثير صعبه وكثير لها سويه عاليه، ما حد بيختلف معك يعني. والله كثير بيختلف معي. لا يعني انا يعني بيختلفوا معك، بس انا يمكن انا عم بحكي عن نفسي أوكي. المقام شكراً. إنه مش مختلفين، لا يعني بالنسبه لهالاسماء حتى الاجيال الجديده يعني بتحترم هالاسماء، مش مختلفه معنا، لكن هي بتتبع ايقاعها ويمكن ايقاع زمنها ربما. طيب او ليش؟ هي لانه أنا ما عم في بسألك. وعي، نمبر 1، نمبر 2 انه ما في تربيه موسيقيه، احنا ما عم نربي الجيل. مين حتى مسؤول ما عن في التربية ما في الموسيقية أو ذائقه عن الوعي؟ موسيقيه. احنا مين عم مسؤول عن يعني الذائقة احنا برأيك؟ عم لما نشغل سي دي بالسياره او بالبيت عم بنعجل احيانا، انا عم بشوف بيعجلوا بالموسيقى، موسيقى المقدمه عشان يلحقوا الكوبليه او لا، مو المقطع، بيعجلوا بده الموسيقى، الكلام يعني. اختزال الزمن. يعني المقدمة موسيقية تبع أغنية الآهات تبع أم كلثوم إذا سمع فيها، نعم اختزلوها لآه ونص، فمن المقدمة اللي مدتها نص ساعة يمكن صار فيك تعملي اوبريت كامل. اليوم الأغنية صارت دقيقة ودقيقة ونص، وبعد نعم. شوي حتصير وما عندنا تشيب صغير